أجرأ إعلامية في تاريخ جمهورية مصر العربية. يلا نشوف الفيديو مع بعض ونرجع لكم تاني. سيد لاف، هل تريد الإجابة على هذا السؤال؟ يسعدني جدا أن أجيبك في الحقيقة. إذا كنت تعني بذلك بأن إسرائيل يتم استهدافها من منشآت من المفترض أنها مدنية كالمستشفيات التي تقوم إسرائيل بهدمها والأطباء التي تقوم باعتقالهم تحت بند أنهم ينتمون لحماس، فقناة CNN الأمريكية والتي تعتزون بها وبحيادها كانت قد أصدرت تقرير عن مستشفى كمال عدوان وعن الأنفاق الموجودة تحته، وقالت بأن الصحفيين الأمريكان قالوا بأن أماكن الأسلحة التي تموضعت في هذه الأنفاق لم تكن موجودة في بداية التصوير، ولكن أماكنها تغيرت. أيضا CNN تراجعت عن كل التقارير التي أو بشكل أو بآخر قالت أنها قامت بخطأ